وسالفتنا اليوم تكلم عن صبي من أهل نجد، كان عايشين هو وامه في بيت واحد ومبسوطين ومستانسين، وأبيه متوفى من زمان ومبسوطين هو وامه ومستانسين مع شح الزمن الأول، مع الزمن الأول شح وفقر، إلا أنه مستانس هو وامه في ذا البيت. العجيز شبت على الصبي: يا ولدي وعادك بتعرس، أبغيك تعرس علشان أشوف عيالك وعلشان أستانس معهم قدام ما أموت وأشوفهم. قال الصبي: بسم الله عليك يا يوه يا يوه، مثل قولتنا يا أمه، عقب عمر طويل إن شاء الله. المهم إنها لحت عليه لين قالها: خلاص اخطبي لي اللي أنت تبغيه. الوكاد إن الصبي وافق، وراحت العجيز واخطبت له تلك المزيونة، وقام الصبي وأعرس وما يلام، البنت مزيونة وحياة جديدة. الصبي استانس مع مريته، كانها غرير طايح له في غبوبة، ابنية مزيونة ويلاعبها. العجيز قامت الغيرة تتحركها، تغار على أولادها من المرأة، واللي جعله قد وده في رقاد بدري والمقيال. المراد أن العجيز من الغيرة يلاقي الصبي تعبان وتغدى يبغي يغط له غطة قبل صلاة العصر، راحت تدق عليهم. المهم من الغيرة اللي تسوقها إلى جاء وتغدى وراح يقيل، خذ له شوي جات تدق الباب أمه. ساعات يدخل على مرته عقب الغداء يبغي يقيل له شوي قدام صلاة العصر، جات تدق الباب بقوة: قوموا قوموا. إن كان الصلاة قد جات قومتهم للصلاة، وإن كان الصلاة ما بعد جات اللي هي صلاة العصر قالت: قوموا قوموا تولموا وتوضوا تولموا صلاة العصر. والغيرة فطرة عند بعض العجائز أو بعض الأمهات، تحسب أن المرأة بتغدي على ولدها، ولكن هوية ما تغير، لكن الغيرة تسوقها. والغيرة سبحان الله تحسب أن المرأة ذي بتغدي عليها، وهو حبه هوية، لكن ما هو بدها أنه يخاشرها في حبها أحد. إلى جاء في الليل عقب صلاة العشاء وشافت أنهم كانوا بينكفون، دقت عليهم الباب دق قوي: قوموا قوموا تسننوا. إلى شافت أن الليل بيناصف جات دقت الباب دق قوي: الوتر الوتر، قوموا تهجدوا صلوا. المراد أن العجيز قامت تدقدق عليهم، تهجدهم وترجدهم ليل نهار، تدقدق ذا الباب. وهي جزاها الله خير، مو بعشان الصلاة، ولكن تسوقها الغيرة، الغيرة من ولدها ورقاده مع المرأة. المهم أن الصبي تضايق. الوكاد أن العجوز غادت قشراء، دامهم عندها في كل واحد، ولا دخلوا في الغرفة سكنت، غدا فيها بلع. المهم أن الصبي تضايق. المراد أنه في يوم من الأيام راح الصبي صوب رفيق له قال له أبو صالح يتقهوى عنده ويتحدث معه، وأبو صالح ذا معروف أنه عيار. قعدوا يتقهوون ويسولف على أبو صالح من أمه ويعلمه بسالفتها معه وش سوت وينها غربلته. قال له أبو صالح: بسيط، أنا بحلها لك. قال له أبو صالح: عندي أنا بسوي خطة وأبغيك تنفذها، ولكن تنفذها بجميع ما أنا بقول لك، وما نفذت أنت السالفة خربت عليك وقعدت أنت على الانتخاب. قال الصبي: لا بالله غير فزعلي. قال له: طيب. المهم اتفقوا هو وياه على الخطة، وقال له: بيجيك في البيت وهناك بنسوي الخطة. راح الصبي، ويوم جاء قابله عقب صلاة العصر، فلا أبو صالح رايح نصوبهم في البيت، ويدق على البيت حق الصبي. وتعرفون بيوت الأولين بيوت الطين، إلى دق الباب يسمعونه أهل البيت كلهم، واللي يسولف عند الباب يسمعونه اللي في الليوان أو في الحوش. المراد أن أبو صالح جاي يدق الباب: يا فلان يا فلان. اطلع له، يوم جاء فليد أبو صالح: يلا حيه وش حالك وعساك طيب، اقلط اقلط تقهو. قال له أبو صالح: أنا جاي اللي طلب عندك، إن عينته قلطت تقهوى، وما عينته شانه وشانك السلامة بروح. وهم على كله رافعين أصواتهم، والعجيز قاطت النذنها عندهم تبغي تدري وش يغيب بولدها. قال أبو صالح: ما أنا بقالط، كون تعطيني اللي أنا أبغي. قال: والله لا أعطيك اللي أنت تبغي كله، إلا شيء واحد ما أقدر أعطيه، أمي ما أقدر أعطيها أحد. قال له بلغتهم اللي هو أبو صالح: وراه، يعني وراه ما تعطيني أمك، أنا جاي نخاطبها. قال: أمي يا الله يعظم أجرها، هي اللي تقومنا كل يوم للصلاة. أمي مجتهدة معي، تقومني لصلاة الفجر، وتقومنا نتهجد، وتقومنا نتسنن، حتى الليل تقومنا، حريصة علينا، وأمي ما أقدر أفرطها، واللي جعله حريصة علينا وتحبنا، تقومنا لجميع الأوقات، ومستحيل أخليها تعرس. قال أبو صالح: أجل أنا جاي نخاطبها،
وإلى صار إنك ما أنت مجوزني إياها لا أنا متقهوي وبروح في فالي. راح أبو صالح قال له حاجة الطس جالك معاه قهوة، أمي مهيب معرسة كلش مهيب للعرس. راح أبو صالح، طبعا العجوز تسمع اللي صار كله وتسمع الحكاية. عقب ما دخل الصبي في شدته أمه قالت من ذا؟ قال واحد خليه يطس. قال له هذا سايح يسأل يبغي له طلب عندي وطردته ما عاد لا ذا. المهم العجوز داريته ومن قهره. المهم يوم جاء عند الصبح وجاء الصبي وتغدى وقيل ما حد انطق عليهم. يوم جاء في الليل ما حد جاهم. صلاة الليل الوتر ما حد جاهم. صلاة الفجر ما حد جاهم. المراد ان العجوز هملتهم. فراح الصبي صوب امه قال يما حسن ما ايش بلاش ما عاد قومتينا. قال ايش بلاش يما هرب ما انت بزعلة علي في شيء ما عاد قومتينا. قالت قوموا جاها ما عاد تقومون انا ما نبدا مثل لكم اقومكم. المهم من العجيز ضيره. الوكاد ان العجوز ما عاد جاتهم ولا عاد دقت الباب، وقعدت في رجا ابو صالح انه زيد يعود ربه يخاطبها. الوكاد ان العجيز ما عاد جاتهم ولا عاد قربت الباب وهم ارتاحوا، والعجيز قعدت في رجا ابو صالح ربه زيد يعود يخاطبها يجوزها ولدها. هذه قصة اليوم، وارجو انها نالت اعجابكم، واسمحوا لي على الاطالة واسمحوا لي على القصور وما تشوفون شر. مع السلامة.